هندسه لو معايا 800000 وعايز اشطب شقتي تسلمها لي بمواصفات ايه؟ بص يا هندسه، الاول هنفترض ان الشقه بتاعتك 135 متر، بتتكون من حمامين ومطبخ وريسبشن وثلاث غرف. اللي هنعمله في الحمامات ان احنا هنعملها كلها دفن، سواء خلاطات او سواء قواعد. بالنسبه للريسبشن هنركبه كله بورسلين مستورد 60 في متر و20. طيب والغرف هنقدر نركب في الغرف اتش دي اف، ولو حابين سيراميك باركيه. بالنسبه للاسقف نقدر نعمل اسقف كلها فلات جيبسون بورد، ونقدر ندخل فيها ليد بروفايل وسبوتات، ونقدر كمان ان احنا ندخل ماجنتيك تراك بس مش كتير قوي. ونقدر نعمل ابواب عموله متوصفه كويس جدا سواء في اخشاب او في دهانات. نقدر كمان نضيف تجاليد او ديكورات اللي هتخلي شكل الشقه حلو قوي. طيب بالنسبه للخامات، كل الخامات اللي هنستخدمها في تاسيس الكهرباء هتكون من سويدي، وكل الخامات اللي هنستخدمها في تاسيس السباكه هتكون من بي ار. كل صناديق الدفن هتكون جروهي، والخلاطات هتكون جروهي، وخامات الجبسن بورد كلها هتكون من كنوف. اما الدهانات فكلها هتكون من جوتن. كل اكسسوارات تشطيب الكهرباء واكسسوارات تشطيب السباكه هتكون حاجه كويسه جدا. وده طبعا لا يشمل بياض المحاره ولا الشبابيك سواء الموتال او بي في سي، ولا يشمل نسبه واتعاب الشركه.